عبد الرازق حمد الله بيقود الاتحاد للفوز على أبها بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم دوري روشن في الأسبوع العاشر من الدوري السعودي. بينجح عبد الرازق حمد الله في قيادة فريق الاتحاد أو اتحاد جدة إلى تحقيق فوز مهم وفوز غالي على حساب أبها والحصول على نقاط المباراة الثلاثة. اتحاد جدة أو فريق الاتحاد بيضم بين صفوفه عبد الرازق حمد الله مهاجم المنتخب المغربي والمهاجم الدولي، واحد من أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، بجانب نجمنا المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك السابق، وأحمد حجازي لاعب النادي الأهلي السابق ولاعبي منتخب مصر الدوليين. الاتحاد بيعود إلى جدة بنقاط المباراة الثلاثة، ويسعى للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم